سهولة الموضوع ولا صعوبته على فكرة ملهاش علاقة بقصة الحب ولا ليها علاقة بالشخص اللي كان معايا. وهقول لك شوية أسباب بتقول لك قد إيه إن ممكن قوي إن حد يطلع من ريليشن شيب يخش في علاقة بعديها على طول. وفي الآخر هديك خلاصة كده بعد ما أقول لك الأسباب. أول حاجة إن في حاجة أصلا في الساينس أوف ريليشن شيبس اسمها ريباوند ريليشن شيب، يعني إن الشخص أول ما يخرج من علاقة يخش في علاقة بعديها على طول. فدي حاجه موجوده كده ساينتفك علميه بتقول لك اصلا ان الشخص هيخش في ريليشن شيب، ودي حاجه راجعه للشخص نفسه وتكوين شخصيته. في حاجه تانية انه في مرحله من مراحل الموفينج اون او مراحل التجاوز الم الانفصال ان الشخص يبقى عنده شويه انجر اتجاه الطرف الثاني فعايز يغيظه، وياما شفناها اغيظ الشخص الثاني بان اخش في ريليشن شيب. فده سبب تاني. في سبب ثالث ان نتيجه قله الثقه بالنفس اللي هو سيلف استيم، الشخص بيبقى عايز يوصل لنفسه مسج اي ديزيرف، فيخش ريليشن شيب عشان يطمن كده لا ده انا فعلا استحق اني اكون في ريليشن شيب. فدي شويه اسباب، ويمكن في اسباب تانية كتير تخلي الشخص اول ما يطلع من علاقه يخش في علاقه تانية بعديها، بغض النظر عن فكره ان العلاقه اللي ما بيننا كانت حلوه قوي ولا وحشه قوي، ولا انت شخص كويس ولا انت شخص وحش. ولكن سيبك من كل ده بقى، وخلينا نقول ان في غلطه كبيره اللي هي بتاعت ان انت بتعمل او انت بتعملي ستوكينج على الشخص التاني، وعمال الفكره الستوكينج دي تطلع اسئله وتحليل انت مش هتعرف تلاقي لها على حل ولا تلاقي لها على اجابه. فبعد ما انا قلت لك شويه اسئله خلاص انسى بقى الاسئله دي، والخطوه اللي جايه انك تمنع نفسك ان تخلي الطرف التاني يشغل بالك هو حياته ماشيه ازاي، ويكون الطرف التاني هو الدواء بتاعك. لا، ركز على حياتك انت، وحاول تقلل من اسئلتك، برغم ان انا عاذر ان ممكن تكون انت او انت عندك شويه فضول انك تعرف حاجات عن الطرف التاني، لكن قاوم الاحساس ده بانك تركز على حياتك انت بس.